كحك العيد كلنا بنحبه أكيد، وفي رمضان وحكايته هنعرف إيه حكايته بالتحديد. الكحك بدأ مع الفراعنة وقدماء المصريين، كانوا ناس دماغهم بتفكر ومبتكرين. كانت زوجات الملك بتعمل الكحك ده وتقدمه للكهنة حراس الهرم خوفو، وده يوم تعامد الشمس على حجر الملك، مشهد كان كل الناس بتيجي تشوف. وكانوا الخبازين بيتفننوا في عمايله وبيعملوه بأشكال كتير وصلت ل100 شكل، وكان أشهرهم ولحد دلوقتي هو شكل قرص الشمس الكبير. وفي عهد الدولة الإخشيدية كان وزير الدولة أبو بكر المرداني بيحط في الكحك دنانير ذهبية، وانت وحظك يا تلاقي الدنانير يا تاكل تاني. كانت الكحكة قد رغيف العيش، اللهم بارك وزيد. وبقت العادة دي بتتوارث جيل بعد جيل لحد ما بقى تغييرها أو إلغائها شيء مستحيل. ودلوقتي الكحك الجاهز الناس بتشتريه بنسبة كبيرة، بس بيني وبينك عمايل الكحك في البيت ليه أجواء خطيرة، وبتبقى الحاجة قاعدة عمالة تحسب كذا حسبة وبتبقى في حيرة عشان بتشوف الجيران اللي هتبعت لهم طبق الكحك وتبعتهم مع بنتها أميرة. أكيد كلنا بنسأل نفسنا إذا حصل مننا ذنوب أو معاصي في رمضان فمين عليها زقنا؟ إذا كان شيطاننا مش هنا متسلسل وبعيد عننا يبقى كده مين اللي غلطان؟ يا مساء الرضا والسعادة، أكيد كلنا عارفين إن في رمضان بتسلسل الشياطين، وفي أكتر من حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عن الموضوع ده. منهم على سبيل المثال لا الحصر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. اختلف العلماء في معنى تسلسل الشياطين، في منهم اللي قال معناها إن الشياطين بيبقوا موجودين لكن بتقل قدرتهم على إنهم يبقوا على البني آدم مسيطرين. وفي تفسير تاني قال إن اللي بيصفد ويسلسل هم المرضى والشياطين الكبيرة اللي بتبقى قدرتهم على الوسوسة والإغراء خطيرة. وفي اللي بيقول العكس، إن اللي بيصفد ويسلسل هم صغار الشياطين، لأن كبيرهم قال لربنا إنه ينظروا إلى يوم الدين، قال: ربي انظرني إلى يوم يبعثون. وتفسير تاني قال إن الشياطين ما بيبقاش ليها سلطان على كل الصايمين اللي بيأدوا في الصيام جميع الأركان، يعني مش بطنه بس هي اللي عن الأكل والشرب بتصوم، لأ ده قلبه كمان بيحاول يبقى عن الذنب معصوم. وذهب بعض المفسرين على ان الشياطين بتسلسل فعلا على وجه الحقيقة، وان اي معاصي ممكن يعملها اي عبد فدي من نفسه الغير بريئة. والتفسير الغالب في الموضوع ده هو ان الشياطين في رمضان بتبقى موجودة لكن قدرتها على الوسوسة والإغواء بتكون محدودة. بس اقول لكم على حاجة، طالما قلبك حابب شهر رمضان ونفسك تتغير فيه وما تبقاش زي زمان وبتصوم وانت مبسوط ومش زعلان عشان حابب ترضي ربك الرحمن، فما تخافش من اي شيطان سواء كان متسلسل او جنبك في اي مكان، فقربك من ربنا مش هيخلي ليه عليك سلطان. يا مساء الرضا والسعادة، النهاردة والأول مرة هتسمعوا عن أغرب العادات والتقاليد لكل شعب بتختلف من بلد لبلد أكيد. فيلا بينا في رمضان وحكايته نشوف إيه الجديد. في تركيا أول ما تثبت رؤية هلال رمضان بيملوا البيوت بالزغاريط والعطور وتبدأ السيدات فوراً في تجهيز السحور. وفي أوزباكستان لازم يذبحوا خروف، ناس كريمة قوي مش فارق معاهم المصروف. أما بقى في إندونيسيا فالدولة بتدي للطلاب في أول أسبوع أجازة. طبعا دلوقتي كل الطلاب المصريين عايزين يروحوا على إندونيسيا علشان دي حاجة آخر لذاذة. أما بقى في باكستان فتلاقي عادة غريبة محتاجة ثواني علشان تستوعبها ومخك منها يفوق، ألا وهي مسابقة حرب البيض المسلوق، وهي عبارة عن 2 متسابقين معاهم بيضتين مسلوقين، كل واحد بيمسك بيضة في ايده والتاني يرمي عليه البيضة عشان يحاول يكسرها. ناس لذيذة قوي ودماغهم رايقين. اما بقى في اوغندا عندهم عادة عجب العجاب لا هيستوعبها بنات ولا شباب، وهي ان الرجالة بتضرب مراتاتهم على دماغهم وبعديها تقوم الزوجة تحضر الفطار. طب دي هتحضر الفطار ازاي دي؟ ده بعد الضربة دي المفروض ان مخها اصلا طار. اما مسلمين الصين
فما بيفطروش إلا بعد الصلاة. ناس راسية وهادية وما عندهاش برجلة، وبيهتموا قوي بشرب الشاي اللي سكره تقيل وأكل البطيخ قبل ما يروحوا يصلوا، عادة مهمة عندهم وما تستحملش التأجيل. أما بقى في موريتانيا فدول ليهم دماغ تانية، الرجالة بتحلق شعرها قبل رمضان بأيام علشان يطول تاني على دخول العيد، قال يعني كده هيعيد بلوك جديد. ونروح بقى على تايلاند، وأغرب العادات إن الأكل اللي بتطبخه الزوجات ممنوع على أزواجهم إنهم ياكلوه، وعلى الغرب لازم يوزعوا موائد الرحمن. من أهم عادات رمضان تلاقيها موجودة في كل مكان، وده دليل على حب الإنسان لأخوه الإنسان. ودي عادة مش جديدة، لأ دي موجودة من زمان. بدأت إمتى وإزاي؟ أهو ده اللي هنعرفه في اللي جاي. البداية كانت في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لما كان في المدينة المنورة وجه وفد من الطائف يعتنقوا الإسلام، فكان الرسول بيبعت لهم الفطار والسحور مع بلال بن رباح بكل اهتمام. ومع مرور الوقت والأيام بدأ الخلفاء الراشدين يعملوا زي ما كان الرسول بيعمل بالتمام، لحد ما جاء عمر بن الخطاب عمل دار للضيافة يفطر فيها كل الصايمين من العوام. بعد كده جاء أحمد بن طولون في العام الميلادي 880 وعمل أول مائدة رحمن للمصريين، وقال إنها تستمر طول شهر رمضان تفطر الصايمين. فضلت ساعتها موائد الرحمن مستمرة شوية حلوين، واختفت بعد كده شوية من السنين لحد ما ظهرت تاني في عصر الخليفة الفاطمي عمرو بن العاص، وكانت بتتعمل ويفطر منها أهل جامع عمرو بن العاص. وبعد ما كانت شيء جميل ومحبوب اختفت تاني في عصر المماليك والعثمانيين بسبب الحروب. في القرن العشرين بقى بدأت موائد الرحمن في الظهور من تاني، وده من خلال بنك ناصر الاجتماعي اللي كان بيهتم دايما بالجانب الإنساني. وكانت بتتعامل موائد الرحمن من أموال الزكاة جنب جامع الأزهر، ومن ساعتها وفضل مشهد موائد الرحمن في شوارع مصر بتظهر. اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. طبعا دي جملة المسحرات الجميلة اللي بينادي علينا بيها في رمضان كل ليلة. طب هي ايه اصل قصة المسحراتي؟ اهو ده اللي هقوله النهاردة مع كل حبايبي واخواتي. ظهرت مهنة المسحراتي في عصر الفاطميين، لما كان السلطان الحاكم بأمر الله بيؤمر الناس ان هم بعد التراويح يبقوا نايمين، وزي ما كان بيقول لهم يناموا ويطفوا النور فقال لك انا برضو اللي هصحيهم على السحور. شكله كان سلطان ديكتاتور، فكان بيخلي الجنود تعدي على كل البيوت ومعاهم طبلة ودف بيصحي بيهم كل النايمين وملهمش صوت. في عام 832 هجريا يعتبر الوالي عتبة ابن إسحاق أول والي امتهن مهنة المسحرات. كان بيمشي على رجله من الفسطاط لجامع عمرو بن العاص ويصحي الناس يوماتي وينادي عليهم ويقول تسحروا فإن في السحور بركة. ما شاء الله عليه، واضح إنه كان راجل بيحب الحركة. وفي عصر المماليك ظهر شيخ المسحراتية وكان اسمه ابن نقطة، وده بقى كان راجل لقطة، وكان هو المسحراتي الخاص للسلطان الناصر محمد. وكانت الطبلة اللي بيطبلوا عليها المسحراتية اسمها بازة، وكانوا بيقولوا أشعار شعبية وزجر، كانت حاجة كده آخر لذاذة. ولسه لحد النهاردة المسحراتي موجود، بس مش زي زمان وبقى وجوده محدود، لأن الناس تقريبا دلوقتي ما بقتش تنام، وحتى لو ناموا فمنبه الموبايل بيقوم بالواجب. عزيزي الصائم، إذا كنت فاكر يعني إنك بتصوم عدد ساعات طويلة وإنك كده يعني بتعمل اللي ما يتعملش وبتقوم بمهمة مستحيلة، فهقول لك على معلومة النهاردة هتخليك تشوف عدد الساعات دي حاجة جميلة. بتختلف ساعات الصيام في شهر رمضان من دولة لدولة حسب اختلاف خطوط الطول والعرض، ومهما كان الاختلاف ده فكلنا في الآخر عايشين على كوكب الأرض. فعندك مثلا دول بتصوم 20 ساعة زي فنلندا وروسيا والنرويج، فكده عدد الساعات اللي انت بتصومها تعتبر تهريج. وفي دول بتصوم 18 ساعة زي بولندا واسكتلندا، والمسلمين هناك بتصوم من سكات ومش عاملين من عدد الصيام بروباجندا. وفي اللي بيصوموا 17 ساعة زي الدنمارك وبريطانيا، واخدة بالك انت يا أستاذة رانيا؟ ودول تانية بتصوم 16 ساعة زي أمريكا وكندا والصين واليابان، وكله بيتأقلم مع الوضع وبيصوم عادي، مش عامل من الصيام قلبان. أما بقى الدولة اللي فيها أقل عدد صيام هي مدينة أوشوايا في الأرجنتين، فدول بيصوموا بس 8 ساعات وهوبا يا معلم يروحوا فاطرين. وفي الختام، بس بغض النظر عن عدد ساعات الصيام، طول ما انت حابب العبادة ونفسك راضية بيها ومن جواك
تمام؟ فمش هتركز مع عدد ساعات ولا مع أيام، لأن قلبك وعقلك بيقوموا بأداء العبادة بكل اهتمام. امتى نقول للأطفال تصوم؟ ولو صاموا هيبقى كل يوم؟ وهل نعودهم على الصيام ولا نسيبهم يقضوها نوم؟ الصيام ما بيبقاش فرض على الأطفال إلا لما يوصلوا سن البلوغ ويكونوا مكلفين بالأعمال، لكن ممكن نبدأ نعودهم على الصيام من أول ما يوصلوا سن الإطاقة، وهو السن اللي بيبقى الطفل عنده فيه طاقة، وده ملوش سن معين، وبيبقى حسب قدرة الطفل إنه يصوم من غير ما يتعب صحيا ولا يبان على وشه الهموم. ويستحب إننا نبدأ نعود الأطفال اللي لسه ما بلغوش سن الصيام كفرض على إنهم يحبوا الصيام ويبدأوا يتعودوا عليه، ونقدم لهم عرض. وتدريب الأطفال على الصيام ده محتاج مننا ذكاء عشان يعمل الموضوع ده بحب وما يفضلش يسمع لك نغمة الواق واق. فممكن نعرفهم إنهم ممكن يصوموا لحد الظهر أو العصر، وده حسب مقدرتهم من غير ما نغصب عليهم ونعصرهم عصر. ونبدأ نحكي قدامهم لكل الكبار اللي حواليهم إنهم شاطرين وصاموا النهاردة، وهنا هتلاقي الفرحة والثقة نطت من عينيهم، وده هيديهم الحافز والثقة إنهم يعملوا أكتر من اللي مفروض عليهم. وممكن نحفز الطفل الأول إنه ممكن ياخد جايزة لو صام، وتبقى جايزة حقيقية وبجد ننفذها مش مجرد أي كلام، زي مثلا هنجيب له لعبة بيحبها أو نعمل له أكلة بقاله كتير مشتاق لها، ونعرفه ونفهمه أجر وثواب الصيام عند ربنا، وقد إيه إنه شيء جميل بنعمله وإحنا حابينه من قلبنا. ونبدأ معاهم على حسب سنهم وطاقتهم بإنهم يصوموا بالتدريج، يعني أول مرة خالص ممكن يبقى ساعتين 3، وطبعا ده كده تهريج، بس إحنا بنجرجر رجله للي جاي لسه في الطريق. فبعدها هنحاول نخليه يقدر يكمل للظهر أو العصر، بس طبعا اول ما نحس عنده بنشفان الريق هنفطره ونشكره طبعا على محاولته وعلى قلبه البريء. وكمان لازم نفهم الاطفال ان الصيام مش عن الاكل والشرب بس، لازم نفهمهم آداب الصيام وازاي نحب ونحترم غيرنا وبيه نحس. ولازم تعرفوا انه من شاب على شيء شاب عليه. فطالما الأطفال عايشين وشايفين حواليهم الأجواء الروحانية وقد إيه إن أهاليهم والكبار حواليهم فرحانين بالليالي الرمضانية، هنا هيبقى عندهم استعداد لأي حاجة جديدة تطلبوها منهم ينفذوها 100. الفيديو ده بالذات لازم تبعته للي بتعزه، هتبعته له عشان بتحبه مش عشان تستفزه. رمضان والتدخين، لا خليكم معايا كملوا، دول هما بس كلمتين، لو مش على مزاجك اسمعهم بس وارميهم من ود، ما عندك ودنين. لو كنتم فعلا ناويين تطلعوا من رمضان مبطلين فدي فرصة، وبجد لو فاتتكم هتفضلوا عليها ندمانين. في فترة الصيام كمتوسط تقريبا 14 ساعة بيحصل في جسمكم تغييرات إيجابية، فحرام تضيعوها والله يا جماعة. بعد أول 20 دقيقة من أول سيجارة بتشربها بيبدأ نبض القلب وضغط الدم يرجعوا لوضعهم الطبيعي، وبيبدأ الجسم يطرد غاز أول أكسيد الكربون السام اللي وجوده في جسمك مش طبيعي، وبياخد الجسم حوالي 8 ساعات عشان يتخلص منه نهائي، وتبدأ تتحسن معاك حاسة التذوق والشم. عايز ايه تاني احسن من كده يا عم؟ وبالنسبة بقى للمشكلة الكبيرة اللي هي النيكوتين، فده بيقل في جسمك بنسبة 50% بعد آخر سيجارة بتشربها بعد 3 ساعات أو ساعتين. فتخيل بقى لما تصوم 14 ساعة، ده انت تبقى حرقته تماما وولعت فيه بولاعة. وعشان ما تتعبش خالص في الصيام بسبب قطع النيكوتين عن جسمك مرة واحدة، فاستغل رمضان ده وابدأ قلل السجاير واحدة واحدة عشان ما تتعرضش لأعراض انسحابية قوية لما تقفل عن النيكوتين فجأة الحنفية. فلأي حد بيدخن فاستغل فرصة رمضان كبداية جديدة تبطل فيها عادة التدخين، أصلها بجد مش مفيدة. وروح الجيم يا عم، العب رياضة وشيل لك كام حديد. مدفع الفطار يضرب من هنا وتلاقي كله على الأكل فطار. مدفع الفطار ده موضوعنا اللي جاي، هنعرف فيه ظهر امتى وليه وازاي، بس الأول صلي على رسول الله. أول ما ظهرت عادة مدفع الفطار كان بالصدفة في مدينة القاهرة في العام 1455 ميلادية، كان موعد ميلاد هذه الظاهرة. كان وقتها والي مصر جاله مدفع هدية من صاحب مصنع ألماني، وجاء الوالي في يوم من أيام رمضان حب يجرب المدفع الألماني، وكانت التجربة دي بالصدفة وقت أذان المغرب يا فسواني. فلما سكان القاهرة سمعوا صوت المدفع افتكروا إنه تنبيه ليهم بوقت الفطار، ويلا الكل ياكل ويشبع. وقاموا شيوخ الحارات لموا نفسهم وراحوا يشكروا الوالي إنه مهتم لأمرهم. قام الوالي لما لقى كده عجبته الفكرة، وقام قال للمسؤولين اللي عنده في القصر خلاص هنخليها عادة من بكرة.
وفي رواية تانية يا عزيزي المشاهد بتقول إن والي مصر محمد علي الكبير كان اشترى مجموعة مدافع حربية للجيش المصري الخطير، ولما جه يجرب المدافع دي كانت برضه بالصدفة وقت أذان المغرب، فافتكروا السكان إنه تقليد جديد كتنبيه ليهم بوقت الفطار والمغرب، وعجبهم جدا وكان الكل بيه مبهور، وطلبوا من الوالي إنه يعملوا كمان على السحور لحد سنة 1859 ميلادية. ومع توسع العمران وكتر البيوت حوالين المكان بقت تأثر الذخيرة الحية على منطقة القلعة الشهيرة، وكان وجود الذخيرة وسط مباني وعمران مسألة خطيرة. وبعد وقت وتفكير ودراسة تم نقل المدفع لمنطقة الدراسة عشان العمران والبيوت يبعدوا عن أي رصاصة والأطفال ما يتخضوش وهم بيلعبوا وبياكلوا مصاص. وبعد فترة من الزمن وإجراء بعض البحوث تم نقل المدفع لمنطقة البعوث، ولحد وقت قريب كان فيه 6 مدافع متوزعة على 4 مناطق في القاهرة، 2 في القلعة اللي دايما بتاريخها طالعة، و2 في العباسية المنطقة التاريخية، و1 في مصر الجديدة واللي كانت أهالي منطقتها بالمدفع سعيدة، و1 في منطقة حلوان واللي كان صوت المدفع فيها بيسمع مع كل أذان. وكانت المدافع دي ما بتتنقلش لأماكنها المعروفة إلا في 5 مناسبات بس، وهم رمضان والمولد النبوي وراس السنة الهجرية وعيد الأضحى وعيد الثورة. ولحد دلوقتي بيتم استخدام المدفع في الفطار والسحور، وهتفضل العادة دي بإذن الله مستمرة على مر العصور. السحر والجان موجودين حوالين الإنسان، أحيانا ممكن يأذوا ويخلوا حياة بني آدم مش أمان، لكن بفضل الرحمن وكلامه اللي قاله في القرآن واللي وصانا بيه سيدنا محمد من زمان، واللي بيه لا السحر ولا الجان يقدروا يبقى ليهم على بني آدم سلطان. وزي ما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: من تصبح ب7 تمرات عجوة أو تمر لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وده اللي خلى الأبحاث والدراسات الحديثة في حالة جنان، وبيسألوا نفسهم إزاي رسولنا قال الكلام ده من زمان، وإن إزاي أكل العدد الفردي من التمر بيحمي بإذن الله من الجان. فاكتشفوا إن أكل العدد الفردي من التمر بيولد طاقة حوالين جسم الإنسان اسمها الهالة الزرقاء، ودي بتحمي جسم الإنسان بإذن الله إنه يحصل بينه وبين أي حاجة مؤذية أي التقاء، وده كله في حالة أكل التمر بعدد فردي من الحبات. لكن لو أكلته بعدد زوجي فبيحوله جوه الجسم لسكريات، أما العدد الفردي فبيحولها لكربوهيدرات. فسبحان الله خالق الإنسان والجن والنبات. وندخل بقى على فوائد التمر الكتيرة واللي هتبهرك وبجد خطيرة، إنه بيمنع سرطان الأمعاء الغليظة، وبيعالج فقدان الشهية للأكلات اللذيذة، وبيساعد على تحسين التركيز، وبيقلل من تساقط الشعر اللي يغيظ، وبيمنع من تسوس الأسنان، وبيعالج حموضة أي إنسان، وبيعالج الروماتيزم وسرطان المخ، وبيحسن صحة الحامل وفيك مش هتبخ. بالإضافة إن السكر اللي في التمر يا عم هو أسرع سكر بيتنقل من الفم للدم، لأنه بيحتوي على 80% من السكريات، عشان كده ما تكترش منه أكتر من اللازم، لأن الشيء لو زاد عن حده اتقلب لأذى. نداء لكل المتخاصمين، اوعى تغير الفيديو، اسمع مني بس الكلمتين. يلي من بعض زعلانين، احنا داخلين على أيام وليالي مفترجين، شهر رمضان ده فرصة حلوة وكبيرة عشان ننهي الخصام، وبجد الفرصة دي لو ضاعت يبقى حي حرام. وخليك من خيرهما اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تصلي على النبي، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. وجايبه لكم مفاجأة من العيار التقيل، الهجر ده نوعين: هجر الزلل وهجر الخلل زي ما قال العلماء. يعني ايه هجر الزلل ده يا سيدي؟ وده باين من اسمه، وجايه من زلة اللسان، يعني حد هزر مع حد بكلمه مش مقصوده فخلاه زعلان وخلاص بقى مش طايقه ولا عايز يشوفه في اي مكان، بس اللي قال الكلمه دي وزعله هو في الاصل قلبه طيب وغلبان. هنا بقى بيحصل الهجر والخصام، وده اللي قال عليه الرسول انه لا يجوز انه يعدي ال3 ايام. بس اشمعنى 3 ايام يعني؟ اكيد في حكمة، لان رسولنا الكريم لا ينطق عن الهوى، وكان تفسير العلماء ل3 ايام انه اول يوم عشان كل طرف يهدى شوية عشان يعرف يفكر ويعمل ايه في الخطوة اللي جاية، لانه لو فكر لحظة الموقف والزعل هيقول وقتها والله لاخربها عليه وعليا. وتالت يوم ده بقى التنفيذ، سواء الاعتذار من الغلط او قبول الاعتذار من الطرف الزعلان عشان اللي قدامه كان برضو عليه عزيز.
أما بقى هجر الخلل فده قصة كبيرة وتفاصيلها مش سهلة وخطيرة، لأن اللي بيأذي هنا بيبقى عنده خلل في الإنسانية وممكن يسبب ضرر وأذية ما تستحملهاش أي نفس بشرية. وهنا الشخص اللي حصل له ضرر واتأذى أذية فوق طاقته البشرية لو هجر وخاصم أكتر من 3 أيام، فهنا يبقى خصامه وهجره حالة طبيعية، زي مثلا أخ أكل حق وميراث أخوه، واخوات ظلموا بعض وافتروا واساس دينهم نسوه، او صحاب في وقت شده وضيقه صاحبهم باعوه، او ناس لسانها دايما غلط وبتهين منك وعلى كرامتك داسوا. وهنا بقى العلماء اوصوا بان يكون الهجر هجرا جميلا، يعني سيبه كده من سكات وامشي وقول له شكرا جزيلا، وبلاش تختابه في كل قعده وتتكلم عليه، عشان انت كده يا مظلوم بتدي للظالم حسناتك وبتسلمها له في ايديه. فيا ايها المتخاصمين روقوا كده وكل عام وانتوا طيبين، ده احنا كلنا للدنيا دي سايبين، فبلاش نسيبها واحنا من بعض كده شايلين. مش مستاهله والله تشيل في قلبك وتكون من المتشاحنين. رمضان فرصه نرجع مع بعض كويسين ومع نفسنا وغيرنا متصالحين. اعملوها انتوا بس وخلي النيه لارضاء رب العالمين. تعالوا ده اللي بتقولوا ايه فايدة اني ما اكلش وما اشربش يعني في رمضان؟ فوائد الصيام ده موضوع محتاج لايام، بس في رمضان وحكايته هنحاول نختصر ونقول المفيد والتمام، واسمع للاخر حتى لو كنت في امستردام، تمام؟ بس الاول صلي على رسول الله. الصيام مش بس ليه فوائد روحانيه، ده كمان ليه فوائد نفسيه وجسمانيه، وركزوا معايا قوي في اللي جاي انت وهي. الصيام بيهدي الاعصاب، طبعا كله دلوقتي في حاله استغراب، وبيقولوا الناس وهي صايمه بتبقى متوتره وفي حاله اضطراب، لكن الحقيقه ان زياده تدفق الدم وهو شايل الاكسجين بيزود فرص افراز هرمون الدوبامين، وده الهرمون المسؤول عن ايه؟ انه يخلينا مبسوطين. وكمان الصيام بيعدل لك المزاج، وده شيء كلنا ليه في احتياج. ازاي؟ فهمينا. عشان الامتناع عن الاكل والشرب لفتره بيقلل افراز هرمون الكورتيزول اللي كتره بيسبب القلق والحسره، والصيام كمان بيقلل فرص التعرض للاكتئاب، وده بناء على كلام الطب اللي مذكور في الكتاب. عشان في الصيام بيزيد افراز هرمون الاندروفين اللي بيقلل من اعراض الاكتئاب ويخلينا فرفشين، وزي ما قلنا انه بيزود تدفق الدم للمخ، فبيكون افضل انه يخلينا مركزين. ومن غير بقى ما نقعد نقول في مقالات ونحلل ونقرا في تاثير الصيام على الهرمونات، فاكيد مفيش حاجه فرضها رب الارض والسماوات الا وليها فوائد كتيره بعيدا عن انها عبادات. فكل حاجة أمرنا بيها ربنا إننا نعملها هنلاقي فيها كل الخير والفايدة. وكمان مع قرب انتهاء شهر رمضان وأيامه الروحانية، كل حبايبنا الأطفال بتبقى قاعدة مستنية عشان تفرح بالعيد وياخدوا العيدية. بس إيه هو موضوع العيدية وإزاي ظهرت الفكرة دي؟ العيدية كلمة عربية منسوبة إلى العيد، ده شيء منطقي أكيد، بس معايا هتعرف إيه الجديد. العيدية مصطلح أطلقه الناس على المال اللي كانت بتوزعه الدولة على الموظفين، وكانوا بيسموها الرسوم لما بيسجلوها في دفاتر الدواوين. وبدأت عادة توزيع العيدية في عصر الفاطميين، فكانوا بيوزعوا الدراهم على الفقهاء وقراء القرآن اللي لكتاب الله حافظين. ولما كانت الرعية بتروح لقصر الخليفة يوم العيد للتهنئة، كان بيوزع عليهم دراهم كتير، وطبعا ده كان بيعمل لجيوبهم تدفئة. ويقال ان العيدية في عصر المماليك كان اسمها جمكية تقريبا كده، وكان السلطان بيصرف راتب بمناسبة العيد لأتباعه ورجال الجيش والحاشية، وكانت بتختلف قيمة العيدية طبقا للرتبة. في اللي كان بياخد طبق مليان دنانير ذهبية، وفي برضو اللي كان بياخد نفس الطبق بس دنانيره فضية، ومع الدنانير دي كانت بتتقدم مأكولات فاخرة، كانت بتتقدم بطريقة مبهرة. وفي عصر محمد علي بدأ على مستوى العيلة كل رب أسرة وأي حد شغال في وظيفة يعمل حاجة جميلة، إنه يدي للأطفال والزوجة مبلغ بسيط زي كده هدية بمناسبة العيد. وده الشكل اللي استمر وبدأ من ساعتها إنه يزيد. وخلي بالك أيها الرجل الرشيد من هدية الزوجة المهمة أكيد عشان تعيد على خير وما تروحش في حزين. رمضان والخناقات ومشاكل الأزواج مع الزوجات، واللي أحيانا من حاجة تافهة يعملوا منها أزمات. وزي ما بيقولوا عزيزتي الزوجة في الحكم إن أقرب الطرق لقلب الراجل هي بطنه، فلازم تبقي ذكية وتراعي إن في نهار رمضان البطن دي صايمة،
وبالتالي فهتبقى دماغ الراجل ونفسيته في انها تبقى راسيه دي مش دايمه، وشويه فوق وشويه تحت زي الخشبه اللي على الميه عايمه. غالبا في رمضان وخاصه وهو صايم هتلاقيه متقلب المزاج، ودي حاجه متوقعه ولازم تعرفي ان في ايدك انتي العلاج. فلازم بعد ما يرجع من شغله للبيت في رمضان وهو غالبا مش طايق نفسه وزهقان لازم يلاقي جو هادي وجميل في المكان، مش دوشه وخناق مع العيال وشغل هناك. واذا كان عندك اولاد واشقياء حبتين فحاولي تشغليهم وتقسميهم لفريقين. فممكن مثلا تخلي البنات تساعدك في ترتيب البيت في المطبخ في عمل طبيخ، والولاد يصلوا الفروض في المسجد، وتبعتيهم يجيبوا طلبات البيت من المريخ. وحاولي تخلصي تنظيف وترتيب البيت قبل ما جوزك يرجع من الشغل ويلاقي دوشه وتنطيط، ما هو مش هيخلص من دوشه الشغل ويلاقي في البيت عفاريت. وهنا بقى هنروح للكفه الثانيه وهي حضرتك ايها الزوج الكريم. فلازم انت كمان يبقى عندك تقدير وتخليك حكيم. فكل اللي فات وقلناه للزوجه علشان ترضيك هو عبء مش سهل عليها، وفي واجبات برضو عليك. لو قدرت تساعدها في اي حاجة هي بتعملها فده شيء جميل ويبان لها انك في عينيك شايلها. ويا سلام لو سمعت منك كلمتين بيشكروها على وقفتها في المطبخ بالساعتين، دي هتشيلك فوق راسها وجوه العين ويجي لها باور يكفيها الشغل يومين. ولو كان يومك في الشغل صعب وكله خناقات فحاول تتجنب اي نقاش في اي خلاف وقضيها سلامات، وما تطلعش خلقك الضيق على مراتك اللي واقفه لك في المطبخ بالساعات. وفي الختام وخلاصه الكلام انه عشان تقضوا في رمضان وقت تمام ما فيهوش مشاكل وكله انسجام، فكل واحد فيكم يعمل اللي عليه بكل التزام. واعزائي الرياضيين، اخبار الرياضه ايه وانتوا صايمين؟ اوعوا تقولوا في رمضان هنبقى معتزلين، ده كده هتضيعوا مجهودكم اللي بتعملوه بقالكم سنين. خليها مستمره وتفضلوا عليها مكملين. بس كل الحكايه هنشوف نعملها ازاي واحنا صايمين. الاحسن بعد الفطار لا بنكون فيه منتخين عشان بنكون ضاربين طاجن المكرونه وطبق المحشي المدزين. لا لا لا، الرياضه في رمضان ممكن تعملوها قبل وبعد الفطار، بس لازم تعرف شويه نصايح مهمه عشان ما يحصلش لجسمك اي اضرار. إذا كنت ناوي تمارس الرياضة بتاعتك قبل الفطار فلازم تبقى مدة التمرين من 45 دقيقة لساعة، وما تبقاش رياضة عنيفة أو محتاجة لمجهود جبار، لأن جسمك مش بيبقى واخد الطاقة الكافية اللي يخليه يعمل مجهود شديد، وبالتالي لو ضغطت عليه هيجيب لك الكافية وتودي نفسك في حديد. وبلاش تمارس الرياضة قبل الفطار في جو شديد الحرارة، لأن ده غلط على جسمك. خليك في جو معتدل والعبها بشطارة. ولازم تخلص ميعاد تمرينك قبل الفطار مظبوط عشان تقدر تعوض السوائل اللي جسمك فقدها وتاكل وما يحصلكش هبوط. ولو انت مش محترف وبتدخل بطولات وبتمارس الرياضة كهواية وبتحافظ على جسمك بالترهلات فخليك احسن بعد الفطار وبلاش تقعد تقضيها مسلسلات. وبالتالي هنا يجي السؤال المهم واللي لازم يتدخل فيه العلم: ايه انسب وقت لممارسة الرياضة بعد الفطار؟ وانسب وقت بعد الفطار ب3 ساعات عشان يكون جسمك هضم الاكل كويس وتبقى مطمن على الانزيمات، لان ممارسة الرياضة بعد الاكل على طول ليها اعراض جانبية هتعمل لك مشاكل في جهازك الهضمي ومش هتأدي كويس تمارينك الرياضية. وفي ناس تقول لك رمضان جه ومع الصيام هنخس، وفجأة يلاقوا بعد رمضان وزنهم زاد وما نسمع لهمش حس. وده طبعا عشان بعد الفطار بياكلوا اكل بكميات كبيره زي ما يكونوا تاني يوم هيدخلوا على مجاعه خطيره. وهنا الرياضه في رمضان بتبقى مهمه عشان تحرق دهون وسعرات حراريه، فالعبوا رياضه في رمضان عشان صحتكم تبقى 100. وحوي يا وحوي، ده كلام مش نحوي، الكلام ده فرعوني. ركزوا بقى واسمعوني. القدماء المصريين من يومهم كرياتيف ومسيطرين، وفي كل حاجه جديده تلاقيهم باصمين. وكلمة وحوي الصغيرة دي أتريها مش كلمة، دول كلمتين. وحى يعني ظهر بعد اختفاء، ودي عبارة عن نداء. أما بقى بالنسبة لإيوحى فإيوحى ده كان بيمثل عندهم ملاك القمر، فبقت الكلمة على بعض وحوي يا وحوي إيوحى يعني اظهر يا قمر. أما الفراعنة دول عليهم حاجات كانوا فعلا ناس قمر. بس في كمان رواية تانية بتقول ان اياحة دي نسبة للملكة اياحتب التانية والدة الملك احمس اللي طرد الهكسوس من مصر. فراحوا المصريين يحيوا الملكة بمناسبة النصر وقعدوا يقولوا واح واح اياح يعني تعيش الملكة اياح. اما بقى الرواية الثالثة عشان تعرفوا ان المصريين دول فلتة فبتقول ايه؟ ان وحوي يا وحوي اياحة استخدمها المصريين في العصر الفاطمي لما صنعوا اول فانوس،
ونوروا بيه الشوارع في شهر رمضان، ومن يومها بقت عادة وقاموس. وسواء بقى كانت إياحة ولا إيوحة، فالمصريين من يومهم ودايما موجودين في الفيديو ده مخصوص لو كنت قلقان من الصيام وخايف من مرض عندك، فالحلقة دي ركز فيها قوي علشان تطمن على نفسك وعلى اللي في البيت عندك. هنذكر النهاردة فوائد الصيام لجسمنا، دي معلومة أكيد تهمنا، فتعالوا كده مع بعضنا نعرف كام معلومة كانت واقعة مننا. عندنا مثلا البنكرياس، عضو مهم جدا زي حجر الأساس. في دراسة أثبتت إن البنكرياس يقدر يجدد الخلايا بتاعته، وده بيعتمد على نظام غذائي بيعتمد عن الامتناع عن الأكل لعدد ساعات متقطع. وطبعا كلنا عارفين ان البنكرياس هو المسؤول عن افراز الانسولين، واللي دوره مهم جدا في تظبيط السكر في الدم. فكل اللي عندهم السكر مش مظبوط ومن الصيام قلقانين، فالصيام ممكن يبقى مفيد ليك لو حالتك تسمح، وحسب رأي دكتورك، وده الأهم. الصيام كمان بيقلل احتمال زيادة نسبة الكوليسترول، ده طبعا لو بعد الفطار ما افترناش في الأكل وأكلنا بشكل معقول. وإذا كان عندك ضغط دم فالصيام مفيد ليك وما تشيلش هم، عشان الصيام بيفلتر الجسم من السوائل والأملاح الزيادة، واللي طبعا ليها تأثير في إنها تلخبط الضغط كالعادة. ونيجي بقى على الكبد، وهو العضو المسؤول عن تخليص الجسم من السموم، وسبحان الله في الكبد ده بيعمل وظيفة ما يقدرش بني آدم يعملها ولو يوم. فلما بتصوم عن الأكل والشرب العدد من الساعات بنريح الكبد شوية ونديله فرصة يشم نسمات. بالإضافة إن الجسم في الصيام بينتج نوع بروتين بيقلل من تراكم الدهون في الكبد المسكين. وطبيعي جدا إن يكون الصيام مفيد لمعدتنا اللي طول الوقت شغال يهضم في أكلاتنا، لأن الصوم بيحسن من أداء الدورة الدموية وعملية التمثيل الغذائي، فتبدأ تدوب الخلايا الدهنية اللي حوالين المعدة. يا أعزائي، سؤال الحلقة: مين هو المسؤول عن إفراز الأنسولين؟ سؤال سهل، هتكتب لك كلمة مش كلمتين، وشير الفيديو ده عندك لأنه أكيد هيفيد أهلك الغاليين. اوعى تسمح لحد يقولك يقرع من هنا ورايح، ده انت مطلوب وبشدة في جميع دول العالم. ازاي؟ هقولك، بس الاول صلي على رسول الله. الراجل الاصلع نعمة ياسمين عايز نسيت تتكلم عنه، مستغرب؟ طب انا هقولك، في دول العالم مسميينه ايه؟ الصلعة في المغرب مسميينها تاج الرجولة، وفي تركمانستان ما يسمحوش للراجل انه يتجوز اكتر من واحدة الا لو كان اصلع. ابسط يا عم. في البرازيل دماغهم غريبة حبتين، البنت لازم تكشف على شعر خطيبها عشان تضمن ان هو مش كثيف، فالشعر الزيادة عندهم دليل على الانوثة ونقص في الخصوبة. تفكيرهم غريب. وفي اوزبكستان الراجل الاصلع هناك بيتجوز من غير مهر. يا نهار ابيض، الرجاله اللي عندنا كده هيهربوا على هناك. في الارجنتين تعتبر الست اللي متجوزه من اصلع سيدة المدينة. وفي اندونيسيا القاضي اللي بيجوز العروسين بيطلب من الراجل انه يتصور جنبه لانه بيعتبروا انه انجاز ليه. دماغ. في استراليا بقى الست بيبقى ليها الحق انها تسيب جوزها اللي بشعر لو حبت حد تاني اصلع. دي ايه الندالة دي؟ طب ما تطلبي من جوزك يحلق شعره، بسيطة يعني. وفي فنلندا البنت وهي داخلة الجامعة فأمنيتها مش ان هي تنجح وكده، لا، دي أمنيتها انها تلاقي ابن الحلال الأصلع. لا تعليق. واحنا العرب بنحب مهند ابو شعر سايح، والست مننا تعاير جوزها الاصلع انه كبر وكده وبقى اقرع. الستات دي بصراحة ملهاش قاموس، الله يكون في عون الرجال. بس بعد اللي سمعته ده حابة اقولك خليك واثق في نفسك وبصلعتك، وابعت الفيديو ده للمدام عشان تعرف قيمتك. تمام. حول عربيته المرسيدس لتاكسي. راجل من اسكندريه معاه اعلى نوع عربيه مرسيدس اس 560، حولها لتاكسي وكمان بموتور لادا. ليه كل ده؟ صاحب العربيه بيقول ان عربيته اس 560 موديل 2019 اعلى فئه، ولكن اتفاجئ بعد 16,000 كيلو بانفجار الموتور، رغم ان العربيه كانت مركونه في الجراج. وبيقول ان ده عيب في مرسيدس العالميه، وبيأكد انه تم اجراء فحص فني معتمد من اعلى جهاز في الدوله، وهو فحص دقيق واكد انه عيب صناعه مرسيدس ومن جهه معتمده ومحايده، وانه مش سوء استخدام. وبعد خلاف كبير مع الشركه ومفاوضات بلغوا وكيل مرسيدس بنز في مصر ان الموتور ثمنه 3 مليون جنيه، وان استيراده وتركيبه هياخد 6 شهور، رغم ان نفس الموتور بره الشركه ثمنه 300,000 جنيه بس. ده ثمن عربيه
ما علينا. وتركيبه هياخد شهر واحد بس. واكد صاحب العربيه انه مش مشكلته لوحده، لكن مشكله عامه للموديل ده، لان الخامات ضعيفه وما تناسبش سعر العربيه اطلاقا، فحب يضايقهم زي ما ضايقوه. يا جماعه حد يفيدنا في موضوع الامثال دي، حاجه تجنن. عايزين نرسى على بر مع شعب التناقضات ده. هي معرفة الناس كنوز ولا البعد عن الناس غنيمة؟ هي الناس مقامات ولا كلنا ولاد تسعة؟ هو خير البر عاجله ولا كل تأخيرة وفيها خيرة؟ هي النار ما بتحرقش مؤمن ولا المؤمن دايما مصاب؟ هو الغايب ملوش نايب ولا الغايب حجته معاه؟ هو يا بخت من وفق راسين في الحلال ولا نمشي في جنازة ولا نمشيش في جوازة؟ هو القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ولا اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ هي حلاوتها في حموتها ولا نتقل وناخد حاجة نظيفة؟ هو في السفر 7 فوايد ولا من خرج من داره تقل مقداره؟ هو باب النجار مخلع ولا ادي العيش لخبازه؟ هو لو سرقت تسرق جمل استغفر الله ولا الطمع قل ما جمع؟ هو لبس البوسة تبقى عروسة ولا يشتعمل مشطة في الوش العاكر؟ هو الخير على قدوم الوردين ولا قاعدين يكفيكوا شر الجايين؟ هو ظل راجل ولا ظل حيطة ولا قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة؟ هي اسمها خزانة ولا خزانة؟ مش فارقة. هو الضنا غالي ولا لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك؟ هو البعيد عن العين بعيد عن القلب ولا نتقل حبة ونزيد محبة؟ حد يرسينا يا جدعان، الواحد اتجنن. بس اقول لكم على حاجة، اللي قال عليه ربنا هو اللي يمشي، ونسيبنا بقى من كلام جدودنا ده اللي معظمه ملوش علاقة بالدين ولا الأخلاق. بس ما تنسوش اللايك والشير والفولو طبعا. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير. لو كنت لسه مش فاهم الأنثى ودماغك تعبت من التفكير، يبقى اسمع الفيديو ده للآخر يمكن تفهمها وترتاح. الأنثى مش عايزة منك المستحيل، هي بس عايزاك الراجل اللي تتمناه انت لأختك. الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم، وانت اللي بتحدد. فلو مكرت بيها مكرت بيك، ولو كنت ليها السند والعون هتشوف منها البدع واللي ما تتخيلوش. اوعى تخبط على باب قلب أنثى وانت مش مجهز معاك شنط الاهتمام. الأنثى وإن قست فهي برضو مليانة بمشاعر العطف والرأفة. وخلي بالك الأنثى تقدر تربي طفل بدون أب، بس الراجل ما يقدرش يربي طفل بدون أم. واللي جرب يقول لنا رأيه في الكلام ده. فيا عزيزي، متى ما كنت رجل تكن لك امرأة، ومتى ما كنت ذكر تكن لك أنثى، ومتى ما كنت ملك تكن لك أمير، ومتى ما كنت عاشق تكن لك متيمة. فلا تكن لا شيء وتريدها أن تكون كل شيء. وافتكر لما بيتنفخ فيك الروح بتكون في بطن امرأة، ولما بتبكي بتكون في حضن امرأة، ولما بتعشق بتكون في قلب امرأة. فرفقا بها، فالأنثى أمانة ما خلقت للإهانة. ستظل امرأة لم يزدها الزواج كرامة ولم ينقصها الطلاق أنوثة. فلو عايز تنجح في حياتك مع شريكة حياتك فخليك دايما عالي في نظرها بأفعالك مش بس بكلامك. ولو تعبان حسسها دايما إنك قوي وتقدر تعمل المستحيل. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون قدرت أساعد في فهم الأنثى، ولو إن الأنثى تركيبة صعبة. هو أنا ليه دايما مزاجي متعكر رغم إن كل حاجة عندي، والراجل اللي شغال عندي ده ما عندهوش ربع اللي عندي، ورغم كده على طول مبتسم وهادي. واحد غني بيسأل صاحبه، هو أنا ليه دايما شايف الراجل اللي شغال عندي سعيد في حياته أكتر مني، وهو ما عندهوش حاجة، وانا اللي عندي كل حاجة متقدر المزاج على طول. صاحبه قال له جرب معاه قاعدة 900. فقال له الراجل الغني وهي ايه القاعدة دي؟ قال له صاحبه انت هتحط 900 جنيه في شنطة وتحطها له قدام البيت وتكتب عليها 1000 جنيه هدية ليك. وفعلا الراجل الغني عمل اللي قال عليه صاحبه، ولما الراجل اخد الشنطة وعد الفلوس ما لقاش غير 900 جنيه. قال يمكن ال 100 جنيه دي وقعد بره. خرج هو واهل بيته كلهم يفتشوا ويدوروا في الشوارع، وراح الليل كله وهم بيدوروا. وغضب قوي الراجل انهم مش لاقيين ال 100 جنيه الناقصه، فصرخ فيهم وصار عليهم بعد ما كان هادي
ومبسوط، وصحي الصبح متقدر المزاج لانه ما كانش نايم بالليل، وراح الشغل مكشر مش مبتسم كعادته. ففهم الراجل الغني ما معنى ال900، وهي اننا ننسى ال900 نعمة اللي وهبها لنا ربنا، ونقضي حياتنا كلها ندور على نعمة مفقودة، ندور على اللي ربنا مش مقدره لنا، ومنعوا عننا الحكمة احنا ما نعرفهاش. الحكمة بقى استمتعوا بال900 نعمة اللي عندكم، وما تفكروش في اللي مش عندكم واللي ناقص. وخليك فاكر ان حياتك اللي انت عايشها دي هي حلم لغيرك. سيدي ابو الصبر. ده احنا دافنينه سوا. ومثل تاني في نفس القصة، تحت القبة شيخ. تعود قصة الأمثال دي لأشهر النصابين والحرامية في العصور القديمة. واحد اسمه نائل اللئيم، والتاني اسمه عطية أبو المفاهيم. وبسبب أفعالهم البشعة كل اللي في القرية غضب عليهم، وده اللي خليهم يفكروا في الهرب من القرية بتاعتهم. فسرقوا حمار وشوية ذهب وهربوا على قرية تانية. وهم في الطريق الحمار تعب منهم من قلة الأكل والمية فمات. فجت فكرة لنائل اللئيم، إنما إيه لئيمة، بسبب شهرة أهل القرية بالطيبة والتدين جات لنائل اللئيم فكرة. فقال لصاحبه عطية، الحمار ده صبر معانا أميال كتير وشلنا وما اشتكاش، ومن حقه علينا إننا ندفنه هنا. فقال له عطية، وليه نتعب نفسينا؟ رد نائل اللئيم، ده حقه علينا، الحمار كان صابر معانا فهو أبو الصبر، ولما ندفنه هنا هدبر أمر هيخلينا في غنى وثراء، وممكن كمان نحكم القرية دي في الحال. وبدأوا في حفر الأرض ودفن الحمار، وبنوا سور من الطوب. ولما سمعوا حد جاي من بعيد قعدوا يبكوا ويقولوا لا إله إلا الله، أبو الصبر حبيب الله، لا إله إلا الله، أبو الصبر حبيب الله. استغربوا الناس وراحوا يسألوهم، في ايه وانتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ فقال لهم نائل اللئيم وهو بيبكي، احنا اتباع الشيخ ابو الصبر، وهو من اولياء الله وليه كرامات بيحكي عنها الناس، بيشفي المريض ويجوز العانس، ومات النهارده الصبح ووصانا ندفنه هنا، وقال لنا انها بلد الخير والمدد، وان اهلها من اهل الجنه. طيبة أهل البلد اللي خلتهم يصدقوا الهرتلة دي، ووعدوهم إنهم هيبنوا مقام يليق بالشيخ أبو الصبر. ومع مرور الوقت المكان اتوسع أكتر وأصبح مسجد، والمقام في النص، وكل اللي يجي المسجد غريب عن المكان بيسألوا عن المقام ده وسر بناء القبة العالية دي. فأهل القرية يقولوا لهم تحت القبة شيخ. وأصبح مثل على ألسنة الجميع، وأصبح العطايا والهبات تنزل على الصاحبين، وبين ليلة وضحاها أصبحت بركة القرية في القبر ده، وزاد فلوس اللصين، وبقى ليهم هيمنة على شؤون القرية والأعيان والأغنياء والفقراء. وفي يوم من الأيام قرر نائل اللئيم إنه يروح يزور أهله وقرايبه اللي في قريتهم القديمة عشان يديهم اللي يكفيهم من المال. وقال لصاحبه عطية أبو المفاهيم إنه هيسيبه كام أسبوع. غاب نائل أكتر من شهر، ولما رجع نائل اللئيم من مهمته بانت عليه النعمة من توريد وشه وزيادة وزنه. فراح لعطية وسأله دخلنا كام بقى في غيابي؟ فقال له عطية ما دخلناش لا ضانق ولا خردلة. فبصله نائل بصة وكان قايم عشان يتخانق معاه. فزعق عطية وهو بيقول أقسم لك بكلامي بحياة سيدي الولي أبو الصبر. فرد نائل وقال له سيدي أبو الصبر ده احنا دافنينه سوا. وأصبحت العبارة مثل للدلالة على فهم شخص لحيلة التاني. ولسه الحكايات كتيرة ما خلصتش، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناة. اللي على راسه ريشة كتير من الناس بيقولوها وما يعرفوش هي ايه أصل الحكاية، ومعايا هتعرفوا أصل الحكاية. بس ما تنساش الأول تعمل لايك للفيديو وفولو للصفحة، ويلا بينا. كان في راجل فلاح بسيط عنده أرض، وكان بيربي فراخ في الأرض بتاعته. كل يوم الصبح بدري يروح يأكل فراخه ويهتم بأرضه ويروح وقت الظهر. وفي يوم من الأيام رايح الراجل لعش الفراخ
ما لقاهاش زي ما سابها اليوم اللي قبله، واكتشف ان في فراخ اتسرقت من عنده. يسكت؟ لا طبعا، راح جري لشيخ القرية يشتكيله عن مأساته. قام شيخ القرية على الفور بجمع أهل القرية، وكان راجل ذكي، وقال لهم ان في راجل من أهل القرية سرق فراخ، وان السارق معروف، وعليه انه يرجع الفراخ قبل ما يفضحوا على الملأ. استاءوا اهل القرية كلهم، وبدأ كل واحد يسأل عن السارق ويقول عليه كلام جارح ويشتمه، وكان ما بينهم السارق نفسه. فسأل واحد من الموجودين شيخ القرية: هو انت تعرفه؟ فرد وقال له: ايوه عارفه. فسألوا الراجل: طب ممكن توصفه لنا؟ فرد شيخ القرية بجملة واحدة: على راسه ريشة. فقالوا له أهل القرية: انت ازاي عرفت؟ فقال لهم ان السارق لما دخل عش الفراخ اتعلقت على راسه ريشة من الطيور، فاللي سرق حط ايده على راسه من غير ما يحس. فقام الشيخ وقال: اهو اللي سرق. ومن هنا جرى استخدام جملة اللي على راسه ريشة، وبقى ليها دلالات نفسية واجتماعية بتتمثل في ان المذنب مهما كان ذنبه صغير او كبير فبياخد الكلام على نفسه. وبكده خلصت الحكاية، بس في حكايات تانية كتير. رجعت حليمة لعادتها القديمة. ده كان أصل المثل، مش زي ما بنسمعه دلوقتي بتغييرها لريمة، لأن الأصل كان يرجع لواحدة اتشهرت قوي في العصور القديمة لحد ما وصلت لنا في الوقت الحالي. واسمع أصل الحكاية معايا. كان في واحدة ست اسمها حليمة، وجوزها اسمه حاتم الطائي، وكان مشهور جدا بالكرم مع كل اللي حواليه. وكانت حليمة على النقيض تماما منه، كانت معروفة بالبخل. مش بس البخل، دي كانت شحيحة، وهي درجة أشد من البخل. كانت كل ما تحط السمنة في الأكل ايديها تترعش، خايفة لا تحط المعلقة كلها في الحلة. يا ساتر، الراجل كان عايش معاها ازاي كده؟ ولما كان يجي لها ضيوف ما كانتش بتقدم واجب الضيافة احيانا، واحيانا تانية كانت تحط كوباية او 2 مهما كان عدد الضيوف، ده على اساس ان كل واحد ياخد بق. واللي كانت بتعمله حليمة عانى منه اهل بيتها قبل الغريب. وضع حليمة بالنسبة لجوزها حاتم الطائي كان مأساوي ولا يحتمل. ففكر في فكرة وراح قال لها: زمان الناس قالوا كل ما الست تحط معلقة سمنة في الأكل بيزيد عمرها يوم. وأول ما سمعت الجملة دي أوام راحت تنفذ الكلام وتحط سمنة في الأكل، وبقى أكلها له طعم ويتاكل. ما كان من الأول يا أستاذ حاتم. ويوم ورا يوم إيديها أخدت على السخاء، لكن في يوم ابنها الوحيد اتوفى، فحالتها ساءت واتمنت الموت، ورجعت تقلل في السمنة علشان ينقص عمرها وتموت. فقالوا الناس عنها رجعت حليمة لعادتها القديمة. يا مساء الرضا والسعادة. يا ترى ليه الراجل بيشوف مراته أقل جمال من الستات كلها؟ عشان تعرفوا المشكلة فين اسمعوا الفيديو للآخر، وما تنسوش تشتركوا معايا في الصفحة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كمان. وندخل في الموضوع. راجل راح لعالم دين مشهور بالحكمة وبيشتكي له وبيقول له: لما شفت مراتي أول مرة أعجبت بيها، وكأن ربنا ما خلقش زيها في العالم، ولما خطبتها شفت ستات كتيرة جميلة زيها، ولما اتجوزتها شفت ستات كتيرة أجمل منها، وبعد كام سنة من الجواز بقيت شايف كل الستات أحلى من مراتي. ليه كده؟ فقال له الحكيم: أقول لك على ما هو أدهى وأمر. فقال له الراجل: ها قول. قال له الحكيم: انت لو اتجوزت كل نساء العالم هتشوف الكلاب الضالة اللي في الشارع أجمل من اللي اتجوزتهم. المشكلة ان الإنسان لما يبقى عنده قلب طماع وعين زيغة وخلى من الحياء من الله، فاستحال يملى عينه إلا تراب قبر. يا راجل، انت مشكلتك انك مش بتغض بصرك. عايز حاجة ترجع بيها مراتك اجمل نساء العالم؟ الراجل قال له: ايوه. قال له الحكيم: غض بصرك، لان ربنا قال: اللي مش في ايدك هتشوفه دايما الاجمل والافضل مهما فعلت، ولما تحصل عليه هيبقى في نظرك عادي. ترضى باللي عندك وما تبقاش أناني، لأنك هتفضل تلهث وراء جمال ومتاع الدنيا.
دفعت لجوزها 120,000 دولار علشان اكتشف انها خدعته. راجل صيني يقاضي مراته بالسبب انه اتفاجئ بعد الجواز والخلفة ان ولاده ال3 مش حلوين على حسب كلامه، لانه راجل وسيم حسب المواصفات الصينية. فراح عمل لهم تحليل DNA، فطلع ولاده فعلا من صلبه. وبعد ما الراجل ضغط على مراته علشان تعترف، قالت له انها عملت 3 عمليات تجميل في وشها في كوريا قبل ما تقابله. وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة بتعويضه بمبلغ 120,000 دولار تعويضا له، لان القاضي اعتبر اخفاء الزوجة لحقيقة اجراءها العمليات على الوجه نوع من الخداع والاحتيال على الزوج. نهار ابيض، تعالوا وشوفوا عندنا واللي كشفها اولادها لانهم شايلين جينات نفس النسخة القديمة واللي ما تقبلش التحديث. بس احنا عندنا مفيش خداع، النفخ باين لوحده، مش محتاجين يتضغط عليهم عشان يلا حالا بالا هنوا ابو الفصاد. مين ابو الفصاد ده؟ ده عيد ميلادي انا. ما فكرتش ابدا اشمعنى ابو الفصاد ده اللي راشق معانا في كل عيد ميلاد. بسيطه يا سيدي، هقول لك. دي واحده من اهم الاوبريتات الغنائيه وبتعبر عن اعياد الميلاد، وبقت ايقونه توارثها جيل بعد جيل، وهي عيد ميلاد ابو الفصاد، واللي غناها فؤاد المهندس في دور البغبغان، والمذيعه امال فهمي في دور السمانه، وتاليف وتلحين ابراهيم جكله او جكله، مش عارفه اسمه بالظبط، بس هو كان دور الغراب. والاغنيه دي من الستينات. هتقولي برضو اشمعنى ابو الفصاد؟ هو المؤلف عايز كده، نعمل له ايه؟ يعني لو كان مثلا قال الطاووس، هتقولي برضو اشمعنى الطاووس؟ اهو ده اللي جه على باله. بس لو عايز سبب، ممكن نقول ان ابو الفصاد هو صديق الانسان. وليه صديقه يعني؟ لانه بياكل الديدان من الارض، فبينظف التربه، ويقدر الفلاح يزرع في تربه نظيفه. يمكن. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك على الفيديو ومتابعة على الفيسبوك واليوتيوب كمان، وانتظروا المزيد المفيد. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم كلنا اتقال لنا واحنا صغيرين ان البومة مشؤومة، وان الغراب ما بيجيش الا بالخراب، وان القط الاسود ده جن، وقالوا لنا ان الثعلب مكار، والذئب غدار، والكلب نجس، وان الحمار حمار. علمونا حاجات عن الحيوانات ما شفناهاش فيهم، لكن لما كبرنا لقينا ان كل الصفات دي هي بس عند البشر. هما كلمتين في السريع عشان ما ضيعلكش وقتك. اطلب من ربنا انه يساعدك في عملك، مش انه ينجز لك عملك. والكلام ده للمتواكل مش المتوكل. لا لا لا، صحصحوا، انا شخصيتي قويه، واللي يدوس لي على طرف هدوس عليه برجليا. لا لا لا، استنى هنا. الشخصيه القويه مش معناها ابدا التلفظ بالفاظ سيئه، فالقوه حكمه مش وقاحه. اوعى تتوقع من نبته الصبار انها تطلع لك تفاح. حاول تعرف اصل الاشياء عشان ما تتصدمش في المستقبل. وما تنساش طبعا تشترك في القناه ولايك على الفيديو. تعرف منين انت شخص قوي ولا ضعيف؟ الضعيف دايما بيقول لا ما اقدرش اعمل ده، ما بعرفش، انا خايف، في يوم من الايام هعمل ده، ماليش نفس دلوقتي، يوه ما عنديش وقت. اما الشخصيه القويه فبيقول سيب لي انت الموضوع ده، انا هعمله، انا قدها وقدود، انا هبدا النهارده باذن الله، هلاقي وقت اكيد، ما تقلقش. التخطيط بعقليه هي كل شيء. ال4 صوابع دول جنب بعض الا الابهام بعيد عنهم، والعجب ان صوابعك ال4 دول ما يقدروش يعملوا اي حاجه من غير الابهام البعيد ده. جرب كده تكتب او تقفل زرار من غيره، استحاله. فخليك متاكد انه مش من العبره كتر الناس والصحاب اللي حوالينا، انما العبره فاكثرهم حبا ومنفعه ليك حتى لو كان بعيد عنك. الفئران الابطال. انتهت مجموعة من الفئران المدربة آخر استعداداتها للمشاركة في عمليات الإنقاذ. فين؟ في تركيا، مع التنسيق بمنظمة GEA الإنسانية التركية، وعقبال سوريا يا رب. الفئران دي مجهزة بشنطة متطورة جواها جهاز تحديد مواقع اللي هي GPS متطورة جدا، وكمان كاميرا عالية الدقة، وميكروفون حساس، وكمان سماعة يقدروا فريق الإنقاذ اللي بره يتواصلوا مع الأشخاص المحاصرين، وبعدها يتم إطلاق إشارة صوتية، صفارة يعني، تدي خبر للفار إنه أنهى مهمته على أكمل وجه، ويطلع للمكافأة الشهية اللي مستنياه بره. هتقولي دلوقتي طب اشمعنى الفار؟ دي حاجة مقززة
مقززه جدا، ده كفايه الخضه اللي هتحصل لي وانا تحت الانقاض. السبب يا سيدي في استخدام الفئران بالذات، وزي ما قالت الدكتوره دونا كيل وهي عالمه حيوانات اسكتلنديه والمشرفه على برنامج تدريب فئران الانقاذ، انهم حيوانات فضوليه ومغامره، والاتنين دول اهم جانبين من جوانب البحث والانقاذ. ده غير ان حجمهم صغير وحاسه الشم عندهم ممتازه، فالحيوانات دي هي المناسبه للعثور على البشر في مساحات ضيقه وصغيره. مشروع تدريبات حيوانات الانقاذ هو برنامج طموح تابع لمنظمه ابوبو البلجيكيه الغير حكوميه بالتعاون مع جامعه ايندهوفن للعلوم والتقنيه، وتم إطلاقه من حوالي 10 سنين في تنزانيا لتدريب الكلاب والقوارض على الإنقاذ، وكمان لاكتشاف الألغام الأرضية، وده ساهم في اكتشاف أكتر من 6000 لغم أرضي وحوالي 3000 قطعة سلاح صغيرة وذخيرة وحوالي 1000 قنبلة في كتير من البلدان. طب الفئران دي بتتدرب فين؟ في منشأة منظمة أبوبو في تنزانيا. الفار بيقضي 15 دقيقة كل يوم في التنقل عبر موقع مصمم وكأنه هيكل منهار، وبيعتمدوا المصممين انهم يخلوا فترة التدريب قصيرة عشان يكون الفار بصحة وحالة مزاجية جيد، واحنا اللي اول ما نشوف الفار بنمسكه ونغرقه في المية. ما ابشع انواع التعذيب هذه. يا ريت نعرف نستغل الحيوانات بدل ما نقتلها. ازاي ده واحنا فقراء قوي؟ حكيم بيقول لابنه: في حياتك يا ابني اوعى تتنازل عن 3، انك تاكل افضل اكل، وانك تنام في افضل فراش، وانك تسكن في افضل البيوت. الولد قال له: وازاي ده يحصل واحنا فقراء قوي؟ الحكيم قال له: لو اكلت وانت جعان قوي هيكون اكلك ده افضل اكل، ولو اشتغلت كتير ونمت وانت تعبان هيكون فراشك ده افضل فراش، ولو عملت الناس بالمعروف هتسكن قلوبهم، وبكده هتكون سكنت افضل البيوت. فهمت بتيجي ازاي؟ مش كل الناس بتشوف زي بعض، في ناس بتشوف بعينيها. لا يا شيخة جبتيلي التايهة، وناس تانية بتشوف بقلبها. حكم. وناس تالتة عديمة البصر والبصيرة، ودول ما أكثرهم حوالينا. فيا شباب يلي لسه ما عدتوش سن ال30 وللحياة عاملين نفسيكم فاهمين وجامدين، كلما تقدمتم في العمر كلما أدركتم أهمية الابتعاد عن الناس والمواقف التي تهدر صحتكم وتشغل بالكم وتقلل احترامكم لذاتكم. ولا انتم ايه رأيكم؟ بسمة مجدي كانت معكم، وعلى خير أشوفكم. لو كنت لسه مش فاهم الأنثى ودماغك تعبت من التفكير يبقى اسمع الفيديو ده للآخر يمكن تفهمها وترتاح. الأنثى مش عايزة منك المستحيل، هي بس عايزاك الراجل اللي تتمناه انت لأختك. الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم، وانت اللي بتحدد. فلو مكرت بيها مكرت بيك، ولو كنت ليها السند والعون هتشوف منها البدع واللي ما تتخيلوش. اوعى تخبط على باب قلب أنثى وانت مش مجهز معاك شنط الاهتمام. الأنثى وإن قست فهي برضو مليانة بمشاعر العطف والرأفة. وخلي بالك الأنثى تقدر تربي طفل بدون أب، بس الراجل ما يقدرش يربي طفل بدون أم. واللي جرب يقول لنا رأيه في الكلام ده. فيا عزيزي، متى ما كنت رجل تكن لك امرأة، ومتى ما كنت ذكر تكن لك أنثى، ومتى ما كنت ملك تكن لك أمير، ومتى ما كنت عاشق تكن لك متيم. فلا تكن لا شيء وتريدها أن تكون كل شيء. وافتكر لما بيتنفخ فيك الروح بتكون في بطن امرأة، ولما بتبكي بتكون في حضن امرأة، ولما بتعشق بتكون في قلب امرأة. فرفقا بها، فالأنثى أمانة ما خلقت للإهانة. ستظل امرأة لم يزدها الزواج كرامة، ولم ينقصها الطلاق أنوثة. فلو عايز تنجح في حياتك مع شريكة حياتك فخليك دايما عالي في نظرها بأفعالك مش بس بكلامك. ولو تعبان حسسها دايما إنك قوي وتقدر تعمل المستحيل. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون قدرت أساعد في فهم الأنثى
ولو إن الأنثى تركيبة صعبة في بعض الأحيان. كل سنة وانتم طيبين. اسمها كل عام وانتم بخير. ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ هو في فرق بين السنة والعام؟ طبعا، والفرق كبير كمان. اي نعم الاتنين نفس الفترة الزمنية اللي هو 12 شهر، لكن العام بيطلق على الرخاء والراحة والخير، والسنة بيطلق على الشدة والكرب والضيق. طب ايه الدليل على كده؟ هقول لكم. في القرآن في آية: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فمدة دعوة سيدنا نوح كانت مليانة مشقة وشدة لعناد قوم، وما استريحش إلا بعد الطوفان، وكانت 50 عام. وإيه تاني؟ لما سيدنا يوسف فسر حلم الملك قال: تزرعون 7 سنين دأبا، ودأبا يعني كعادتكم في الزراعة. والآخر الآية: وبعدين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني بعد سنين الكرب والشدة دي هيجي عام هيغيثهم ربنا فيه وينجيهم وينزل المطر. والسنة بتستخدم عامة كوحدة قياس للتعبير عن عمر الإنسان والتاريخ والفترات الزمنية، ولكن عام بنستخدمها للإشارة إلى السنوات الاستثنائية في المواضع المتعلقة بالتخصيص والترتيب. ايه الكلام المعقد ده؟ يعني العام اخص من السنة، يعني كل عام سنة لكن مش كل سنة عام. هنرجع تاني للتعقيد. اهل العلم بيقولوا ان العام ما يكونش الا شتاء او صيف، اما السنة فهو من يوم ما تعد لحد اليوم اللي بعده في السنة اللي بعدها. يعني غلط ان احنا نقول كل سنة وانتم طيبين؟ لا مش غلط، لانه مش قصدك ان انت تبشر على اللي قدامك بالشر، بس يستحسن تقول كل عام وانتم بخير. وفي الاخر العادة اللي بتغلب وبنقول كل سنة وانتم طيبين. وانا هقول لكم كل عام وانتم طيبين وبخير ورضا. مهما عملت استحالة توصل لربع لسان القط. مهما حاول الإنسان اختراع منظفات أو معقمات فاستحالة يوصل جودتها أو فايدتها لربع لسان القط. تصور، لسان القط ده من احدى عجائب صنع الخالق، وعلميا لسان القط بيفرز ماده مطهره اسمها الليزوزين، وهي نوع من البروتين اللي تلاقيها في كرات الدم البيضاء عند الانسان، ومهمتها انها بتقضي على البكتيريا والتعفنات بنسبه كبيره، وده اللي بيخلي القط يعالج جروحه لما بيلحسها كذا مره لحد ما تلتئم، وبكده بيكون لسانه بالنسبه له وسيله طبيه متوفره دايما. سبحان الخالق العظيم. وما تنسوش تشتركوا معايا في الصفحة ولايك للفيديو وشير لكل أصحابكم. باي باي.